وأجمل منك لم ترى قط عين، وأطيب منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. اصلا اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما عرفوش السعاده الحقيقيه ولا عرفوا الابتسامه الا لما عرفوا النبي صلى الله عليه وسلم. ما حسوش بمعنى الفرحه الحقيقيه الا وسيدنا النبي موجود وسطهم. كان الصحابه بيتجمعوا في المسجد حوالين النبي بعد الفجر وهم بيقولوا: كنا اذا تكلمنا في الطعام تكلم معنا، واذا تكلمنا في امور الجاهليه تكلم معنا، واذا تكلمنا في اي حديث تكلم معنا. وكانوا بيضحكوا ويفتكروا المواقف القديمه ايام الجاهليه زمان، وكان النبي صلى الله عليه وسلم بيقعد معاهم ويبتسم لهم. مش ممكن يكون اللي قال تبسمك في وجه اخيك صدقه يكون حياته فيها تكشير. سيدنا النبي مر بمواقف كتير جدا صعبه في حياته، وحتى من غير المواقف دي هو شايل هم الامه كلها وهم المسلمين من اول ما نزلت عليه الرساله لحد ان لقى ربه سبحانه وتعالى. لكن ما كانتش بتفرقه ابدا الابتسامه. والصحابه يقولوا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيبتسم كان وجهه كالقمر، ولما تبان سنان النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيضحك كان كأن الشمس نورت في وجه النبي صلى الله عليه وسلم ونورت للصحابه حياتهم. فحبوا الابتسامه بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا كلهم مبتسمين وكلهم بيضحكوا في وش بعض. يقول الصحابي الجليل: والله ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قط إلا وابتسم في وجهي. كانت حياتهم كلها ابتسامه وفرحه مع اقصى الهموم اللي كانوا بيعيشوها. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ابتسامته كانت علامه.